باليستر شاب بسيط طيب مجتهد، وكل حلمه إنه يثبت إن الإنسان يقدر يغير مصيره مهما كانت طبقته. لكن طبعا المجتمع حواليه ما كانش شايفه كده، وبالنسبة لكتير من الناس وجوده وسط الفرسان كان إهانة للتقاليد نفسها. والشخص الوحيد اللي كان واقف جنبه فعلا هو أمبرسيوس، الفارس المثالي الوسيم المحبوب من الكل. والأهم من ده كله إن سليل البطلة الأسطورية جولريانا. ورغم الفرق الطبقي الكبير بينهم، علاقتهم كانت قوية جدا. وهنا تحس إن الفيلم من البداية بيقولك حاجة مهمة: أحيانا الناس اللي المفروض يكون بينهم حواجز هم أكتر ناس بيفهموا بعض. لحد ما بيجي اليوم اللي غير كل حاجة، يوم احتفال تخرج الفرسان. المملكة كلها مجتمعة، والملكة بنفسها بتسلم باليستر السيف الرسمي عشان تعلنه فارس قدام الجميع. لحظة كان مستنيها طول عمره، لكن فجأة السيف بيطلق شعاع ليزر ضخم بيقتل الملكة فورا قدام الناس كلها. وفي ثانية واحدة حلم باليستر بيتحول لكابوس. وفي وسط اللحظة دي أمبرسيوس نفسه بيضطر يقطع ايد باليستر عشان يوقفه. وباليستر كان مرعوب ومش فاهم اي حاجة، هو حتى ما يعرفش السيف اتلغم امتى. وبعد الهروب بيبدأ يعيش في مخبأ قديم تحت الأرض، وبيحاول يتأقلم مع حياته الجديدة بإيد صناعية. وهنا الفيلم يدخل فيه أهم شخصية، نيمونا، بنت مراهقة غريبة جدا، شعرها وردي، طاقتها فوضوية بشكل مرعب، وبتقتحم المكان كأنها إعصار. لكن المفاجأة إنها مش جاية تقبض عليه، هي جاية تعرض عليه تبقى المساعدة الشريرة بتاعته. نيمونا شايفة إن باليستر دلوقتي شرير خارج عن القانون، وده بالنسبة ليها شيء رائع. أما باليستر فكل اللي عايزه يثبت إنه بريء. ومن أول لحظة بينهم بتبدأ واحدة من أجمل العلاقات في الفيلم، لأنهم الاتنين مختلفين عن المجتمع حواليهم، لكن كل واحد فيهم بيتعامل مع الاختلاف بطريقة مختلفة. باليستر لسه مؤمن بالقانون والنظام، أما نيمونا فهي تقريبا أعلنت الحرب على العالم كله. وفي رحلتهم لإثبات براءة باليستر، الثنائي يبدأ يقترب من الحقيقة. بيطاردوا الشخص اللي جاهز السيف قبل الحفلة، ويقتحموا مقرات الفرسان، ويحاولوا يجمعوا أي دليل يثبت إن في مؤامرة أكبر. وبعد سلسلة مطاردات ومواقف كتيرة تظهر الحقيقة أخيرا: الشخص اللي قتل الملكة فعلا هي المديرة المسؤولة عن معهد الفرسان، هي اللي لغمت السيف. ليه؟ لأنها كانت شايفة أن قرار الملكة بالسماح للعامة يبقوا فرسان هيهدد نقاء النظام، وبمعنى أوضح هي فضلت تحافظ على الأسطورة حتى لو اضطرت تقتل الملكة نفسها. وبالرغم أن باليستر قدر يسجل اعتراف المديرة، إلا أنها قدرت تستخدم التكنولوجيا والإعلام عشان تقلب الحقيقة ضده مرة تانية. لكن الصدمة الأكبر ما كانتش المؤامرة، الصدمة الحقيقية كانت نيمونا نفسها. في واحد من أقوى مشاهد الفيلم نكتشف أن نيمونا عاشت لأكتر من 1000 سنة، وإنها كانت صديقة مقربة جدا من البطلة الأسطورية جولريانا. نيمونا وقتها كانت مجرد طفلة مختلفة، وكل اللي كانت محتاجاه إن حد يتقبلها، وجولريانا كانت الشخص الوحيد اللي عمل ده. لكن في اللحظة اللي الناس بدأوا يخافوا فيها من نيمونا كل شيء اتغير. الخوف انتصر على الحب، والناس أقنعوا جولريانا إن صديقتها وحش، لدرجة إن جولريانا نفسها رفعت السيف في وش نيمونا. والمشهد ده يشرح شخصية نيمونا كلها. هي مش متمردة لأنها شريرة، هي متمردة لأنها اتجرحت، لأن العالم طول عمره بيقول لها إنها وحش، لحد ما بدأت تصدق ده بنفسها. وفي لحظة مؤلمة جدا بيحصل سوء تفاهم يخلي نيمونا تفتكر إن باليستر هو كمان خانها، وهنا تنهار تماما وتتحول لوحش عملاق من الظلام، وتبدأ تهاجم المدينة وهي فاقدة أي رغبة في الحياة. والمشهد ده عبقري، لأنك هتحس إنها مش بتحاول تدمر المدينة بقدر ما هي بتحاول تدمر الألم اللي جواها. وفي قمة الفوضى نيمونا تقف قدام تمثال جولريانا العملاق وتحاول تنهي حياتها بسيف التمثال، لكن باليستر يجري عليها في آخر لحظة، مش عشان يقتلها ولا عشان يوقفها بالقوة، لكن عشان يحتضنها ويقول لها بكل بساطة: أنا شايفك يا نيمونا، وإنتي مش وحش. والجملة دي يمكن تكون أبسط جملة في الفيلم، لكنها أكتر جملة مؤثرة، لأن نيمونا
طول عمرها كانت محتاجة شخص واحد بس يشوفها زي ما هي، في اللحظة دي ترجع لشكلها الطبيعي وتنهار من البكاء. لكن حتى بعد كل ده الخوف لسه موجود، والمديرة تقرر تستخدم مدفع ليزر ضخم لتدمير نيمونا بالكامل، حتى لو ده هيؤدي لتدمير المدينة نفسها، لأن المهم للمديرة إن الأسطورة تفضل عايشة. وهنا نيمونا تاخد قرارها الأخير، تتحول لطائر ضخم وتطير مباشرة ناحية المدفع، وتضحي بنفسها عشان تنقذ نفس المدينة اللي كانت بتكرهها. والمشهد الأخير فعلا من أقوى لحظات الفيلم، لأن نيمونا اللي العالم كله كان شايفها وحش هي الوحيدة اللي تصرفت بإنسانية حقيقية. وبعد اللي حصل الحقيقة أخيرا تظهر للناس، المديرة بتنكشف وباليستر بيحصل على البراءة، والأسوار اللي فضلت واقفة 1000 سنة تبدأ تنهار. وكأن الفيلم بيقول إن أكبر سجن عاش فيه الناس ما كانش الأسوار، كان الخوف. وفي آخر لحظة باليستر بيسمع صوت صفير مألوف في مخبأه القديم، ويلتفت ونشوف ابتسامة كبيرة على وشه. ومن غير ما الفيلم يقولها بشكل مباشر نفهم ان نيمونا لسه عايشة ورجعت له مرة تانية. في النهاية فيلم نيمونا مش مجرد فيلم انيميشن مليان اكشن وكوميديا، ده قصة عن الخوف، عن الوحدة، وعن الناس اللي المجتمع يحكم عليهم قبل ما يحاول يفهمهم. والرسالة الأجمل في الفيلم يمكن تكون مش كل وحش بيكون شرير، أحيانا الخوف هو اللي بيصنع الوحوش. والفيلم بيعلمنا إن الوحش مش هو الشخص اللي شكله مختلف أو قدراته غريبة، لكن الوحش الحقيقي هو اللي بيسمح للخوف إنه يعمي قلبه ويخليه يظلم الناس. وبيعلمنا كمان إن كلمة واحدة طيبة زي أنا شايفك ممكن تنقذ إنسان من الانتحار أو الضياع. ونيمونا ما كانتش محتاجة حد يغيرها، كانت محتاجة حد يتقبلها زي ما هي. واللي الفيلم بيحاول يوصله إن القبول هو اللي بيبني المجتمعات، مش الأسوار ولا القوانين القوية. ورشح لك الفيلم ده لو كنت بتدور على فيلم فيه أكشن سريع وكوميديا ذكية فنيمونا هيعجبك جدا. ولو كنت مهتم بجمال التحريك الأنيميشن وأسلوب رسم مختلف عن اللي بنشوفه فالفيلم ده هيبهرك بصريا. لكن الأهم من كل ده، لو عايز فيلم تخرج منه بقلب دافي وفكرة تفضل معاك أيام فنيمونا هو الاختيار المثالي. والفيلم ده تجربة لازم تعيشها بنفسك سواء كنت صغير أو كبير، لأنه بيلمس حاجة جوانا كلنا، وهي الرغبة في إن العالم يشوفنا على حقيقتنا من غير أحكام مسبقة. يلا أشوفكم في فيديو قادم، سلام.